أيها المحترق نفسيا، جبت لك الحل. الفيديو اللي فات اتكلمنا على أسباب وأعراض الاحتراق النفسي. لو ما شفتوش الفيديو ارجعوا شوفوه. دلوقتي بقى أنا هقول لكم الحل اللي قاله لنا ويلمر شافلي في كتاب الاحتراق النفسي. رقم 1، ادي لنفسك حقها. يعني ما ينفعش تكون متاح في الشغل في كل وقت، الصبح وبالليل والساعة 1 والساعة 2 وأعياد وأجازات. إيه يا عم، هو مفيش غيرك؟ زي ما شغلك له حق عليك، أنت كمان نفسك ليها حق عليك. فادي كل حاجة وقتها. ما ينفعش إنسان يغرق نفسه في الشغل، سواء في مهنة أو حتى شغل البيت، وما يديش لنفسه أي وقت للحياة الاجتماعية أو الأسرية، يتحرق كده. 2، راجع قيمك وأهدافك كل فترة. يعني خليك واقعي، بطل تحط أهداف بعيدة قوي وصعبة قوي تحقيقها فتحبط لما ما تحققهاش. عندك طموح وهدف كبير حلو، بس قسمه لأهداف صغيرة، وكل ما توصل لهدف ادخل على اللي بعد كده، تحس ان انت ناجح وعلى طول كده متحمس ان انت تكمل. 3، حاول انك تكون مستقر عاطفيا، وده مش معناه بس انك تكون مستقر مع شريك الحياة، يبقى معناه ان انت يبقى عندك صحاب، ناس، اهل بيحبوك وبتحبهم، بتشاركهم افكارك، بيشجعوك، يعني يبقى حواليك حب. 5، خلي عندك أنشطة. يعني الحياة مش شغل بس، مش شغل حتى البيت وبس، خلي فيه اهتمامات تانية. والله اتحرقت في الشغل، عندك حاجة تانية انت مش محروق فيها، انت منور كده. رياضة بتحب تلعبها، هواية بتحبي تعمليها، ابتدي مشروع جديد، دخل في حياتك حاجات انت ما كنتش مدخلها قبل كده، صدقني هتفرق كتير. وفي الاخر يا اعزائي، انا رأيي ان الدنيا دي مش مستاهلة نعيش في ضغط واحباط والحاجات دي كلها ملهاش اعادة. انتوا ايه رأيكم؟ قولولي في الكومنت. انا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.